أهلا بكم. يتلو القمة العربية مباشرة اجتماع الرباط، هو الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين. افتتح هذا الصباح وفي كلمته ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يقول إن المغرب ظل وفيا لهذا الخيار التاريخي الذي أقره المجتمع الدولي. حل الدولتين هو الحل الوحيد لإقامة تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. حل يضيف بوريطا ليس مجالا للمزايدات لأنه الوحيد الذي لا خاسر فيه، وبموجبه ستحظى المنطقة ككل بفرص التنمية وهناك من سيخسر. يتحدث عن المتاجرين بالشعارات دون أن يقدموا أي دعم، والكلام هنا لناصر بوريطا. أسامة أفقر معه التفاصيل. في كلمته ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قال إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح، الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم. الوزير بوريطا أضاف أن الدبلوماسية المغربية ظلت تشتغل بعزم وهدوء في صمت أحيانا، ولكن دائما بحكمة وفعالية من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل. انعقاد هذا الاجتماع المهم في المملكة المغربية بمدينة الرباط كيأتي في إطار الانخراط المستمر للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس لدعم القضية الفلسطينية ودعم السلام في منطقة الشرق الأوسط. يأتي كذلك في إطار واحد المجهود مستمر اللي كتقوم به المملكة المغربية وقامت به منذ عقود للدفع بحل دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط. ومن منطلق أن المغرب كان دائما مؤمن بأن هذا الحل لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في إطار حل الدولتين. هذا الاجتماع يرمي إلى وضع تقييم للحصيلة المسجلة لجهود السلام المنجزة وتثمين قصص النجاح واستخلاص سبل الاستفادة منها بهدف تحديد إجراءات عملية محددة زمنيا تدفع بالتقدم نحو حل الدولتين، مع التركيز بشكل خاص على بناء اقتصاد ومجتمع فلسطينيين يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني. نعول كثيرا على هذه اللقاءات ونبني عليها. اليوم يأتي هذا اللقاء في وقت جدا صعب للقضية الفلسطينية. غزة تباد، الضفة الغربية تحت انتهاكات، القدس العربية الإسلامية والمسيحية تنتهك وتهود يوميا، وعلينا أن نعي أن المشروع الوطني الفلسطيني في خطر كبير. زهاء 50 دولة ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم تشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى بهدف اتخاذ خطوات عملية تصبو إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان، وبالأخص تقييم أثر جهود السلام السابقة، إبراز قصة النجاح وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.